هلا وهلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. اليوم الفيديو مقلوبه ببيت اهلي دا اسويها، وشوفوا الطريقه وياي. طبعا انتوا تعلمتوا على مقلوبتي، كل مره اسويها نفس الطريقه، فاليوم دا اسويها لبيت اهلي. نطبق المواد. أنا مقلية على صفحة البوتيتا والباذنجان مكملة كل شيء، والبصل المهم خدوج. بما انه اوريني ولازم التليفون دا اسالك كم سؤال. زين؟ ايه شو اسالك؟ اسئلة عامة كلش احب هاي الفقرة. لا انتي سأليني. ها ايه يلا ماما. انتي سأليني. ها ماما انا اعطيك اياه بعدين وقفي. شنو الاشياء شنو الاشياء اللي تخليك ايجابيه؟ الاشياء اللي تخليني ايجابية بالصيف. بالصيف؟ ايه صراحة بالصيف ماكو شي يخليني ايجابية. شنو السبب؟ من الحار. ما احب شيء اسمه صيف اصلا. يا الشيء اللي يخليني ايجابيه هو بس قعده البيت والتبريد فقط. صح. زين بعد زين. وشنو اللي يوترني بالصيف؟ شنو اللي وترك؟ الشيء السلبي اللي بالصيف بكي الاطفال، بما انه هسه زوزو دا تبكي قاعد تنرفز. بناتها صار لها يومين منرفزاتها. ايه وين وصلنا؟ زين سؤال ثاني، شنو؟ اكثر شيء تحبينه بالاطفال؟ اكثر شيء احبه بالاطفال؟ بما انه انت تحبين والله الاطفال كل يعني ما بي كل شيء حلو بيهم، بس انا اقول لك الشيء اللي يزعجني مرات بيهم شنو؟ البكي من يلحون. مرات تلقين طفل يبكي بدون سبب، يابا زين ايش بيك؟ يعني مرات هو ماكو طفل يبكي بدون سبب، بس يعني شلون يلحون كل شيء. ولا عندي هذا الشيء بالطفل. زين شنو هي اهدافك؟ اهدافي بالحياه؟ اهدافي عندي كم شغله ان شاء الله تعالى، يعني اكملهم. انه هدفي اوصل لهم. زين بعد شنو عندي؟ ايه ما اقدر اقولهم يعني. اوكي زين. شنو الموقف اللي تخليك تثقين بالبشر؟ المواقف مثلا الوقفات، يعني مو بس حكي، يعني افعال. اكو بيهم بس حكي هوبزه، اكو بيهم افعالهم. انه مثلا كثقه اثق بيهم، انه مثلا تقعدين وياهم شلون ترتاحي لهم، مو انه قدامك شي وراك شي ويخلوك تفقدين الثقه بيهم. عرفتي شلون؟ اي عرفت شلون. زين شنو الشيء اللي يخليك تنفرين من البشر؟ الملحه مالته. انا كل شيء ولا واحد يلح اتخبل من شيء اسمه ملحه، والكذب هم شيء اساسي اتخبل من عنده. حلو. زين. بعد شنو؟ خليني افكر. اسئله سلبيه. اسئله سلبيه؟ يعني اكثر موقف محرج صار وياك؟ اكثر موقف محرج صار وياي؟ ما اعتقد صاير شيء محرج وياي. اي صار عندي موقف كلش محرج. شنو هو؟ عايزة اتذكر اخر ضحك بالفاتحه مال جدو الله يرحمه. اني لقيت كرسي بالمطبخ. اكثر موقف محرج صار وياي. المهم مثل ما قلت لك فاتحه جدو الله يرحمه، اكو كرسي بالمطبخ جيت دا اقعد عليه. قعدت العفو. المهم جيت دا اقعد، شو مجرد انه هيك دا اقعد عليه كان اوقع بالقاع. الكرسي وين راح ما اعرف، كان ابوه وراي بنت خالتي وراي كان جره من جواي وتوقع. وتوقعني طبعا، والكل قاعد كوما قاعدين كلش انحرجت بوقتها. قد نسبة هدوءك؟ نسبة هدوئي؟
اوكي كان عندي هدوء بس هسه مستحيل. نسبة هدوئي يمكن 50%. صحيح وانا اشهد. ايه ما زين نسبة غضبك؟ 80%. دخيلك رب. كلش اتوتر انا اقول لك بالصيف، اما بالشتاء لا، اختلف جذريا. عندي شخصيتين، بالصيف شخصيه وبالشتاء شخصيه، وانتي تعرفيني كل زين. صح. انا بنيه شتائيه حياتي. زين حلو حلو. ايه بعد سؤال سيلي. زين. سيلي ليش ذا تضحكين؟ يلا خلي افكر. فكري. اكثر اكلة تحبيها؟ اكثر اكله احبها، اني مو هالقد ويا الاكل كله، عادي اي شيء تخليلي اكل، بس احب المقلوبه. حلو. زين. اي ماما روحي شرب. ايه شنو؟ سؤال آية. جواب. أكثر واحدة من عماتك تحبينها؟ شو السؤال المحرج؟ طبعا عماتي كلهم تابعاتي. كلهم احبهم. زين أكثر واحد من عمامك لا قلتي لي جاوبت على السؤال مو اني، انقطع الفيديو اتصلوا علي. اي أكثر واحدة من عماتك عماتي قلت لك كلهم. اي. عمامي كلهم، بس اكثر شيء علاقتي بيه قويه. اي. تقريبا ايه اكثر شيء علاقتي بيه قويه. انا علاقتي كلش قويه بعمامي كلهم، بس اكثر واحد الصغير، عمي الصغير. تمام. زين أكثر أكلة تحبينها قلتيها. المقلوبة. أكثر مشروب تحبينه؟ البيبسي، بس صار يأذيني وتركته. زين أكثر نوع من الحلويات تحبينها؟ نستل الجلاكسي. زين. مو أهم مو هالقد بالحلويات، ما أعرف ليش خايفتهم، يعني مبتعدة عنهم كل البعد. كل زين. زين جايز اختي جابرتني وقاعدة اصور تعب. قاعد بالقوة، يلا خليتها تصورني بعد. تذكري. انا اتذكر لو انتي تسألني شو اتذكر مثلا. ما ادري. يلا بنات هسه راح اخلي الجدرة المقلوبة على الطباخ ونكمل الاسئلة مالتنا على الغداء. وهاي المقلوبة مالتنا هنا الشكل النهائي بنات. طبعا الطعم صار فد شي خرافي. واو ماكو داعي اني احكي، الصورة هي تحكي. بنات لهنا وينتهي الفيديو، لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع ألف سلامة.